السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي قدامنا ده شيلن أو 5 قروش زي ما انتم شايفين، معلوش أي كتابة على الوجه غير ال3 أهرامات. من الجنب التاني عليه جمهورية مصر العربية 5 قروش 1404 هجرية 1984. 5 قروش ده الطبع الأول، اتسك الأول، والتاريخ الهجري كان على الشمال والميلادي على اليمين. في نفس السنة طبعوا، لو تفتكروا، القرش ال10 مليم اللي أنا عرضتها من فترة قريبة كانت نفس المشكلة دي. عايز ينقل التاريخ الهجري على اليمين والميلادي على الشمال، فراح طابع ال5 قروش دي بالمنظر، غير منظرها خالص زي ما انتم شايفينها كده. كتب 5 قروش بالخط العريض جمهورية مصر العربية، وخلى الهجري 1404 على اليمين، والميلادي 1984 على الشمال. وكده يبقى خلى التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على الشمال. غير بس التواريخ. وزي ما انتم شايفين الناحية التانية الأهرامات خوف وخفرع منقرع على الاتنين، لكن التغيير كله كان في الكتابة بتاعت 5 قروش وتغيير التاريخ الهجري من الشمال لليمين. ده التاريخ، ده التغيير اللي حصل في نفس السنة وفي نفس التاريخ، بنفس التاريخ، بس نقل التواريخ. طبعا لو جينا نتكلم على الأسعار، ده اللي هو الهجري على اليمين أغلى من اللي على الشمال، لأنه طبع منه كمية قليلة. كان ده الأساسي، وده طبع منه كمية قليلة. دي كانت المعلومة بتاعت النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا منا كل جديد، ويعمل لي شير ولايك على الفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.